يا صباح الفل. كنت حابب اتكلم عن موضوع كده، وهي هبدات هتقابلك كتير في الجيم، وبالذات لو انت شخص مبتدئ. في اشخاص كده هتقابلك في الجيم، كل واحد بيبقى ليه نصيحته. اول شخص معانا هيقول لك شيل الوزن التقيل هو اللي هيطلع لك عضلات. شيل الوزن العالي من الاخطاء اللي هتقابلك لو انت لسه جديد في الجيم. يعني ما كنتش بلعب ب 10 كيلو وفجاه اطلع ل 20 كيلو، منطقي برضه. لو انت بتلعب ب 10 كيلو وعايز تزود اطلع ل 12 ونص، ولو تقيله مش عيب انك تقلل. تاني شخص بقى اللي هو ده نركز له كده شويه، واللي هو يقول لك امنع كارب وزود بروتين عشان هتطلع عضلات اسرع. كارب من الحاجات الاساسيه اللي جسمك بيحتاجها على مدار اليوم، فانك تمنع كارب في يومك فكده جسمك مش هيديك الطاقه اللي تقدر تكمل بيها يومك، غير الملل اللي هتكون فيه والخمول والكسل وقله التركيز اللي هتكون فيها لما تمنع كارب. اوعى تمنع كارب، الحل انك تقلله لكن ما تمنعوش. ونيجي لتالت شخص اللي هيقول لك ان المكملات هي الاساس لو انت بدات تتمرن. بصوا يا جماعه، خلينا عارفين حاجه، ان المكملات من اسمها مكمل، فهي مش اساسيه، هي مكمله لاحتياجك على مدار اليوم من البروتين والكارب. وانت كمبتدئ مش محتاج غير انك تظبط اكلك وتاخد احتياجك على مدار اليوم. في الوقت اللي تلاقي فيه ان انت مش قادر تاخد احتياجك على مدار اليوم من الاكل، فساعتها هتلجأ لمكمل. زي ما قلنا هي مكمل مش اساسيه. رابع شخص معانا واللي هيجي يقول لك العب كارديو اكتر هتخس اسرع. طبعا بشوف ناس بتقعد وقت كبير جدا على المشايه، لان انت مفاصلك مش هتتحمل كل الوقت اللي انت بتقضيه في الكارديو. ودايما بص للكارديو على انه بيقوي القلب والرئه عشان ما تزهقش منه. وبص يا صديقي، نصيحه، ما تسمعش الكلام الناس اللي يقول لك ده اسرع وده احسن، لان طول ما انت بتتعب وبتسعى هتلاقي نتيجه، ومفيش حاجه بتيجي من يوم وليله ولا حاجه بتيجي بسهوله. ظبط اكلك وظبط تمرينك واستمر على اللي انت فيه وهتلاقي نتيجه. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، وهي هبدات هتلاقيها في الجيم. وبس كده، سلام.